السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله النهارده هنخش المطبخ مع بعض نعمل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. حاجة جميلة جدا 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 ومش مكلفة وتحفة تحفة بجد. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ما تنسونيش يا حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، اللي مفعلش زر الجرس يفعله عشان يوصل مني كل جديد، وتحطوا اللايكات الجميله اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله حبايب قلبي باذن الله هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل حاجه حلوه حلا على البارد، بس حاجه تحفه بجد بالامانه، بتبقى في حته تانية. ان شاء الله تجربوها تطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. حبايبي ان شاء الله باذن الله ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح، ندعي لهم عن ظهر غيب ان ربنا يفك كربهم ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، يكفيهم شر اللي يتقوا شر ويبعد عنهم الشر والاذى. اللهم امين يا رب العالمين. يجعل نصرهم قريب ان شاء الله، لان نصر الله قريب. النصر يتعجب منه اهل السماء والارض. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم استجب يا رب. يجعل دعانا دعاء مستجاب ان شاء الله، ويكون واحد مننا صالح يدعي والدعوه فعلا تستجاب. وان شاء الله باذن الله ربنا هيسمع مننا باذن الله، ويجعل نصرهم قريب، يكفيهم شر اللي يتقوا شر ويبعد عنهم الشر والاذى، وهو المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلا جميل جدا جدا جدا. اللي هيدوق عندك مش هيصدق ان انت اللي عاملاه في البيت. حاجه كده فاخر من الاخر. معايا ايه حبايب قلبي؟ اي نوع بسكوت عندك، او تشتري بسكوت عادي مفيش مشكله. انا اشتريت بسكوت الكميه بقى اللي انت عايزه تعمليها يا حبايب قلبي. تمام كده. بسكوت ساده زي ما انتم شايفين كده. معايا كاستر، ومعايا كوبايه لبن، معايا بنفس المعلقه المعياريه دي حبايب قلبي 4 معالق سكر. هنكر منهم على النار. طبعا هنرفع السكر على النار وهرفع اللبن على النار، لان اللبن اللي هيتحط على السكر بعد ما يكرمل لازم يكون دافي. تمام كده حبايب قلبي، او اللبن مغلي بما معنى يعني. تمام. ان شاء الله نبدا بالمكونات ديت، وبعد كده باذن الله هنبقى مع بعض واحده واحده هنشوفوا احنا هنعمله ايه. ما تنسونيش في اللايكات الجميله اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد. خليكم معايا. بص حبايبي كده كرملنا السكر. الكرمل ازاي؟ ان احنا رفعنا البتاع على النار، الحله على النار، وسبناها. اول ما لقيناه بدا ان هو يعرق من الجناب وبدا يسيح، قلبنا فيه لحد ما وصل للقوام اللي احنا عاوزينه. مسخنين اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي بالك كويس قوي من الحركه دي. تمام كده. كده زي ما انتم شايفين نفضي بقيه كميه اللبن عليها كده زي ما انتم شايفين. تمام كده تفك. بس انا مطفيه النار طبعا يا حبايب قلبي، عشان زي ما انتم شايفين ممكن ايه يفور زي ما انتم شايفين كده. فاحنا ايه ناخدوا بالنا قوي قوي من الحته ديت يا حبايبي، عشان لا قدر الله ما حدش مننا يتلسع. ربنا يحفظنا جميعا. خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا خلصنا الايه الكاستر العسل اللي احنا عملناه على النار. تمام كده. مش عسل يا حبايب قلبي، كرملنا السكر وحطينا عليه مج كبير من اللبن. تمام. سيبناهم على النار بس مش ولع عليهم طبعا. جبت بقى كوبايتين بنفس الكوب المعياري اللي احنا معايرين بيه من اللبن. حطيت فيهم 3 معالق كبار هرميه من الكاستر، من بودره الكاستر. طبعا بتحليه حسب رغبتك. تمام. وبندوبه كده مع بعض على البارد. معايا ايه تاني تاني حبايب قلبي؟ معايا البسكوت اهو، ومعانا ده سكر، معانا ده لبن. حاطه فيه معلقه سكر عشان ايه؟ هنبل البسكوت ونرص في الصينيه ان شاء الله. بس الاول هنروح على النار نفضي ده على اللي احنا عاملينه. خليكم معايا كده. ادي السكر المتكرمل. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي كوبايتين اللبن ومعاهم الكاستر عليه كده زي ما انتم شايفين. تحليه جميله جدا 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 وسهله وبسيطه وفي متناول ايدينا حبايب قلبي. تمام كده ان شاء الله باذن الله يغلي بس ويخش في القوام اللي احنا عايزينه، وارفعه من على النار. خليكم معايا كده. خلاص اهو زي ما انتم شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه بالنسبه للكاستر مع الكراميل. تمام كده ان شاء الله هنبدا بقى ان احنا نعمل ايه. هنعمل نبل البسكوت في اللبن ونرص في الصينيه. خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده بترصي بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. حاجه بتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم بجد. من الاخر كده روعه روعه بالامانه.
عايزه بقى تكسري انت بسكوتايه وتحطي في الحروف، تمام. خليكم معايا كده. نزلنا البسكوت في اللبن، تمام. هنجيب بقى الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه على النار ونفضي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله عليها كلها كده. لازم كل البسكوت يتدارى بالخليط الكاستر مع الكراميل اللي احنا عاملينه، تمام كده زي ما انتم شايفين. وهكذا نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا واوريها لكم في الاخر. خليكم معايا كده. حطينا الطبقه الثانيه بنكمل بقيه برضو وصفتنا، تمام كده زي ما انتم شايفين. بتبقى حاجه فاخر من الاخر، اللي هيدوقها عندك مش هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت. بسم الله ما شاء الله، روعه بجد بالامانه. مجرد ان هي تبرد يا حبايب قلبي وتدخليها التلاجة، كلي بقى احلى حاله بارد. ما شاء الله ما شاء الله، تمام. خليكم معايا. شايفين بقى الشكل النهائي يا حبايب قلبي بتاع الحاله بتاعنا؟ تحفه تحفه بجد بالامانه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. الشكل بقى النهائي ده حاجه ترجع لك انت حبايب قلبي. عايزه تعملي تورش سوداني ماشي، عايزه تحطي كراميل ماشي، اللي يريحك اعمليه. بسم الله ما شاء الله. بس هي بتبقى حاجه جميله جدا جدا، ولما بتبرد بتبقى طعمها في حته تانية خالص. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. تنسونيش حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم تحطوا لي اللايك وتشجعوني باللايكات الجميله اللي تخلوني اعمل لكم كل جديد، وتصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله.